يا كل الهلا ويا مرحبا متابعيني ومتابعاتي. ونبدأ هذا الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد. طبعا مبين الفيديو من عنوانه حنسوي النسكافيه، كريمة النسكافيه. حبايب قلبي شريد قهوة وشكر وخفاقة وقلاص مي. هسه نبتدي نسويها حبايبي. شوفوا ان شاء الله هذا الفيديو تستفادون من عنده وتصعدون المشاهدات، خالتكم أمكم أختكم صديقتكم مشاهدة. حبايب قلبي راح نضيف هسه هنا شكر. أنا ضفت تقريبا خاشوقتين ونص. شوفوا هذا الشكر، اي 3 خاشوقتين، والله 3 تقريبا، اي لين مال الأكل. شوفوا حبايب قلبي، وراح نضيف هسه القهوة أنا وياكم. هي طبعا قاعدة تطشر منها، أنا ما جاي ترسل الخاشوقة أو الملعقة انتو شو يسموها. شوفوا حبايب قلبي ضفنا 2 ونص. إن شاء الله هذا الفيديو تستفادون من عنده، و3/4 القلاص مال مي. ما حبايبي هذا الإضافات اللي راح يعني نسوي بها كريمة النسكافيه أو كابتشينو، نفس الشي هي. شوفوا حبايبي هاي الخفاقة، طبعا والله الخفاقة رخيصة ب1000 دينار، بس حلوة تفيد، حيل تفيد والله. شوفوا انتو هم مثلي، انا احب هاي الحاجة مؤلف. طبعا انا عندي مشتريات بس ما ادري وين مخليتها بيا فيديو. هم يعني جبت هاي الحاجة ب1000، جبت معين مال بالا. شوفوا حبايب قلبي ظل يعني نخفق بيها لحد ما تصير كريمة. وشوفوا سهلة بسيطة حبايب قلبي. إن شاء الله هذا الفيديو تستفادون من عنده وتساعدوا لي المشاهدات، واللي صدفة مرت على قناتي وعجبتها تشترك بيها يا رب. باعوا حبايب قلبي شلون صارت هسه كريمة. بعد ما كملنا الخفق مالها صارت بهذا القوام، يعني ضخنت بالعامة. خليتها أنا شوي بالفريز. شوف شلون صارت. ها أنا هنا على جهة فورت لي قلاص حليب. هاي الدلة راح نضيفها بهذا الكوب حبايب قلبي. شوفوا يعني كوب مال حليب قد راح نضيف له. شوف حبايب قلبي نضيف هاي الكريمة، نضيفها تقريبا انت على حسب قناعتك ايش قد تريديها، ضخينة خفيفة. انا ضفت لها خاشوقتين او ملعقتين مثل ما تقولون، او 2 ونص هيك يعني. ونطرقها بالخاشوقة وتصير طيبة ولا اطيب منها حبايب قلبي. شوفوا جربوها ما تخسرون شي. انا طبعا ما اسوي لكم شي اذا انا ما مجربته وينجح بيدي، يلا انشره لكم حتى تستفادون من عنده حبايبي متابعيني. وان شاء الله هذا الفيديو تستفادون من عنده، تصعد قناتي بالمشاهدات الحلوة والتعليقات حبايب قلبي. لا تنسون امكم خالتكم صديقتكم ايش تعتبروني اعتبروني. شوف حبايب قلبي ها هسه العنوان قلت لكم انا مسوي علاج اعشاب. طبعا حبايب قلبي الاعشاب مفيدة وما بها اي اضرار، بس المواد الكيماوية بها اضرار. شوفوا حبايبي هنا سوينا بابونج وورد الماوي. هذا القور الصغير ضفت له قلاص ونص، قلاصين استغفر الله. وخاشوقة مال بابونج وخاشوقة مال ورد ماوي، نقعتها ساعة تقريبا يعني بدون نار، وبعدين خليتها على هاي المهدارة تهدر على كيفها. هذا الشي راح يفيدنا باعولي. طبعا هو فائدة تعد ولا تحصى. الفوائد للإنفلونزا هاي بالدرجة الأولى، للصدر المقبض، اللي تكرمون اللي ببلغم صدره، اللي كحة، اللي مسخن، اللي حتى يعني مثلا أعصاب. وقلت لكم يهدي يعني على قولة إخواننا السوريين، هاي السهورات تهدي الأعصاب العصبي. هذا القلاص اللي خليت مي بيه، اي حبايب قلبي قلاصين خليت قلت لكم. وعلاج هذا يعني تشربين قلاص بالليل وقلاص الصبح. علاج الانفلونزا هسه جو يعني بارد حار مرات ما مستقر، لا هو بارد ولا هو حار، فتصير انفلونزا عنيدة وتوقع صاحب الله يكفيكم الشر. احنا ايش قد نستهزئ بيه، بس والله تضوج يا من الله يبعدها عنكم من واحد يلتزم الانفلونزا السخونة والكحة وما اعرف ايش فيه. فهذا شربين قلاص بالليل وقلاص الصبح. خلي يمك على الهيتر على الصوبة. هي هاي اجواء شتوية مال قهوة مال كابتشينو مال هاي زهورات تفيدنا
حبايبي متابعين، وإن شاء الله تستفادون من هذا الفيديو. طبعا هنا راح أصبها. شوفوا أني ما شخلتها لأن شنو رديت الأعشاب تنزل بيها. هذا باعوا، هذا ورد ماوي ردت أشوفكم إياه، وهذا البابنج. وإذا تردين تضيفين له زعتر هم ضيفي عادي، سوي خلطة. شوفوا حبايب قلبي، ردت أشوفكم إياه شلون. هذا حبايبي إن شاء الله يا رب تستفادون من عند هاي الفيديو. با حبايبي هنا أنا ضفت له نص خاشوقة شكر، نص مو هواية، وضفته طبعا بدون مشخلة. خليت أنا رديت الأعشاب تنزل، لأن هو من يركد بالقلاص عن بالعامية راح تبقى الأعشاب جوا والمي يصفى فوق. وتشربونه وألف عافية إن شاء الله، ويبعد عنكم أي إنفلونزا وأي أعصاب وأي إن شاء الله، بس الصحة والعافية وراحة البال حبايب قلبي. الله يحفظكم يا عيوني أنتو. وإن شاء الله فيديو جديد، وشجعوني وأقولكم مع السلامة حبايب قلبي.